ولكن أنا في مكان ربما يكون دائما نعتبره مكان مبارك. أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يرزقكم الصحة والعافية، كل من يسمعني الآن، كل من يدعم نورة وقايد والشباب واحد الزعيم ملهم، كل أنا قاعد أسويه. أنا أخاطب الله سبحانه وتعالى وأعلم وأنا متأكد ويقينا بأن الله سبحانه وتعالى هو من يعلم بحاجاتكم وش هي. لأنه أحيانا مثلا تقول أنا بدعي لفلان، أقول الله يرزقك الذرية، الله يبارك فيك، الله يعطيه الصحة والعافية، قد يكون له حاجة هو أنا ما أعرفها. فلذلك لازم الإنسان يخاطب الله سبحانه وتعالى، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله العظيم أن يرزقكم كل احتياجاتكم وزيادة يا حي يا قيوم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ القسط مع أسأل الله أن يكفيكم شر البلاء. نعم، وبعدين يستمر عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. مرحبا حياتي. شيخ أنا ولدي فيه مس، درس سنة مو بترم، شهر واحد وبعدين ودينا كذا شيخ قالوا فيه مس من عين معجبة. إيه؟ طبعا أنا حلمت حلوم كثيرة، من ضمنها في حلم يعني مميز بالنسبة لي بس ما أدري وش مقصوده. حلمت إني على سجادة الصلاة في واحدة من غرف بيتي، والقمر كأنه مكان دريشة شباك البيت كبير، كان بدر على شكل بدر كامل. القمر أشوفه أبيض بس ما فيه يعني السطوع اللي يعور العين، وكان في أسد ودب أبيض يرقون عليه. شفت يا الشيخ السيد نظام السير يلعبون عليه كذا، كانوا يلعبون وأنا مبسوطة، وكنت أردد على أصابعي يديني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كنت أرددها ونظرهم يلعبون. خلصتي؟ إيه. ولدك كم عمره؟ تقريبا 7 سنوات. درست شهر واحد وعقبها ما عاد يبي نروح المدرسة. حاولنا فيه، احنا شلون درينا؟ أنا حسيت إنه مو طبيعي. يوم شيخ لجينا نلبسه ملابسه كان تحس إن فيه قوة عجيبة، مو قوة طفل. صح. أي هذا أول شيء. ثاني شيء يحب الظلام. ثالث شيء شو اسمه، الله يكرمك صار يسوي بول على نفسه. كان الولد زين، أموره زينة، يعني جاته أشياء كثيرة. في ناس طبعا في بعض المشايخ قالوا لنا التوحد، بس التوحد ما يجي عمره 7 سنوات بس. التوحد دائما تبدأ أعراضه من الأربع تقريبا. أيوة صح. لا هذا الحين في شهر، كم شهر بيخلص 7 يدخل 8. لا إذا تجاوز 6 بالعادة يعني إيه؟ التوحد قليل جدا ما يكون فيه. إيه التوحد دائما تبدأ أعراضه من الأربع أو من الثلاث، من بداية نهاية الثلاث. إيه هو طيب. شو اسمه. طيب واضح من الرؤية تسلق الأسد والدب على القمر. القمر هذا الابن، والأسد والدب تدل على أذى من الشياطين، فربما يكون هذا الولد تأذى من شياطين، لذلك على طول. كم صار له الآن في الحالة هذه؟ من شهر 3 تقريبا، نهاية 3. يعني ما كمل سنة. لا ما كمل ما شاء سنة. الله تبارك الرحمن، يعني يمديكم ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا ماشيين يا شيخ بالرقية، نوديه لم رقية وماشيين. لا تودونه لحد حتى ما يشخص بطريقة خطأ، أو يكون الراقي لا سمح الله يعني يرقي عليه وكأنه قاعد يرقي على واحد عمره 40 سنة ثم يخوف الولد. لا أنت ترقوا عليه. لا اللي يرقي عليه بصوت هادي ويفكك عقد، هو اللي علمنا أصلاً إن فيها مس، لأن أول ما ندري، وعقبها رحنا لكذا شيخ في مناطق ثانية وقالوا لنا إن مس، أكدوا لنا، ولا كان هو أول واحد اللي علمنا إن في مس. طيب تمام، خلاص استمروا عند الراقي هذا إذا كان يرقي بالطريقة اللي بقولها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بالطريقة هذه. لكن إذا كان يبالغ في الرقية أو سماعات وكذا لا تودونه. لا يا شيخ هادي مرة، وش اسمه، هي تراها حرمة مي برجال، حرمة راقية وهادية جدا مرة. ممتاز. وتتعرف تعامل مع الطفل يعني مرة ممتازة يعني. طيب. وش اسمه لا اله الا الله. حتى أنا قالت لي أن أنت فيت مو بمس، ما أدري وشو، قرين في رحمة. تقول أنا أتأخر مع حملي، أتأخر أقعد سنوات. أنت تعاني من مشاكل بالأرحام أصلاً؟ جاني فجأة كذا ورم ليفي
ما كان فيني أول ما تزوجت. طيب اسمعيني، خلاص فهمت عليك. شوفي، استعيني بالله وطبقوا اللي بقول لكم عليه الآن أنت والطفل مع بعض. مم. الطفل خليه على جنب الآن، تطبقين هذا الشيء معك أنت، لأنه ربما تكون القرينة هي اللي أثرت على الولد. أيوه. على بركة الله، إذا كان أنت معنا دائما أو اسمعي اللي بقوله، تجيبين ماء وملح ومرة وتتنقعين فيه وتقرأين فيهم سورة الفاتحة والزلزلة وآية الكرسي وسورة الفلق وسورة الفلق وسورة الكافرون وسورة الكافرون، وكذلك الآية. أنت تسجل الشاشة ولا لا؟ إي لا سجل. نعم. والآية 10 في سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. كذلك تقرأين الآية شطر من الآية أو الآية كاملة 2 في سورة الحشر، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب حتى آخرها. وبعدين تنفذين على الماء هذا وتتنقعين فيه في الأسبوع مرة أو مرتين بما لا يقل عن 30 دقيقة بالماء والملح والمرة. الملح قبضة اليد مرتين 3، المرة قبضة اليد أو برؤوس الأصابع، تحطينه تذوبينه تماما، بعدين تنقعين فيه بعد القراءة عليه، بعدين تكبينه في أي مكان. بالنسبة للولد، جيبي زيت زيتون ولا تروحون لحد، أبى أقول لك كيف الطريقة الآن. جيبي زيت زيتون، طبعا نعم يا أنجود، المفروض يكون دائما الطفل محصن دائما اساسا من اول ما يولد الين يكبر. احنا لا طلعنا لا جاي يطلع يدخل مدرسته قلنا له قل بسم الله وتوكلت على الله. نعم. وكان يقول هذا كله، بس هو قالت لنا عين معجبة انس. نعم. وقعت فيها من الجن تحت الارض، الفتوا انتباهها، يعني هذا قصد ما يخالف ابشري، الموضوع بسيط جدا ترى، يعني لا تفكرين هذا الامر انه خلاص اصبح زواله مستحيل، لا زواله سريع جدا تعبنا يا شيخ، حتى اخواني ما عاد نناظرهم، ما عاد نناظر شيء. ما يخالف لا تلتهون بالولد ابدا، لان هذا مبتغى الشياطين، انكم تلتهون بالولد عن الابناء الباقيين وعن انفسكم وعن العبادات وعن اشياء تبدون تخافون خلاص توجهون في اتجاه واحد تتركون الباقيين، هذا مبتغى الشياطين. لذلك خلوكم على ما انتم عليه، حياتكم طبيعيه جدا، وتعاملوا مع الولد بالتعامل اللي بقوله الان. جيبي زيت زيتون الان، جيبونه اليوم وتفتحين الغطاء وتسمين بالرحمن. اول شيء تذكرين الله وتصلين على النبي في البدايه، لا اله الا الله اللهم صل وسلم على رسول الله، بسم الله ارقيك، ثم تفتحين الغطاء وتبدين تقرأين الفاتحه 7 مرات متتاليه. بعد ما تخلصين تنفذين 7 نفثات او 3 نفثات تكفي على هذا الزيت، وبعدين تقرأين مباشره الخمس الاوائل من سوره البقره وايه الكرسي. آية الكرسي نقول 3 مرات، خواتيم سورة البقرة من آمن الرسول، بعدين مباشرة تقرأين الخمس الأوائل من سورة الملك. إذا جيتي عند الآية هذه اللي بقول عليها الآن، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني كرر الآية هذه حتى الآية 5 في سورة الملك، بعدين تنفثين بالزيت، بعدين تقرأين الكافرون الإخلاص والفلق والناس، بعدين تقرأين الآية هذه اللي بقول عليها حتى آخرها من في سورة الحشر، من لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حتى اسماء الله الحسنى حتى آخرها. بعدين تقولين هذا الذكر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم، أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما في الأرض وما قلت، ومن شر ما في الأرض وما يخرج منها، ومن شر ما في السماء وما أضلت، ومن شر ما في السماء وما ينزل منها وما يعرج إليها، أعيذك بنور وجه الله الكريم من همزات الشياطين وأن يحضرون، ومن كل عين عائنة لم تذكر الله من الإنس ومن الجن من الرجال ومن النساء. بعدين تنفثين على الزيت، تبدين على طول بعد ما تقفلينه تبدين من نفس اللحظة تأخذين شيء برؤوس الأصابع اليمين، تمسحين الجبين كامل حتى مور الأذن، تنزلين على الصدر على الحنك على الصدر حتى تهدى عنده فرط الحركة، إذا كان صار عنده فرط حركة أو قوة غير طبيعية من طفل. تمسحين يهمني الصدر كامل مع زي ما قلت لكم الجبين حتى تنزلين مور الأذن لين أسفل الصدر. شكرا، بارك الله فيك. واضح كلامي؟ اي واضح شيخ. طيب هو عنده الله يكرمك الامساك اللي قالت لنا اللي فيه تقول ماسكه عصب في الراس، العقد ماسكه عصب في الراس وماسكه في المعده هي. طيب انت سمعتيني ايش قلت؟ تدهنين الراس، تدهنين الصدر كامل مع منطقه السره. اضف الى ذلك انه تعطين الولد خلينا نقول 3 ليالي متتاليه ملعقه زيت يشربها قبل الوجبه، مثلا بيتعشى او بيتسحر وبياكل وجبه بعد شوي تعطينا ملعقه زيت زيتون، ملعقه كبيره تخلينه يشربه، اذا ما تقبل حطيه مع حليب او مع عصير ويشربه. شيخ احنا نحطه مع العصير ويعطيه يشربه. خليفه يا مرحبا يا ام خليفه، حطينا مع عصير. اي نعطيه عصير مع زيت. احسنتي، حطيه مع عصير وخليه يشرب 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام حتى يشيل العقد هذه اللي موجوده.
تسلمين ام خليفه، بيض الله وجهك وجمل الله حالك. طيب شيخ، حلمي وش معناه اللي أنا حلمت انا القمر؟ فسرت لك والله، انت تبيني اطلع عليك الحين من الشاشه كذا ثم جالك في الجنة والله، أول مرة أطلع معك ولي شهور أحاول انا توي أحاول. قايل قلت لك القمر هذا الولد والدب الاسد هذا يدل على الاذى اللي طيب وقع فيه. فيه بشارة يعني بشفاء ولدي اي بإذن طبعا في الله على بشاره واحد انه الأحد. انت شفتي القمر وكان واضح وكان نوره هادي، هذا يدل على ان شاء الله زوال اذى الولد، وكانوا يلعبون عليك وانت مبسوطه، كان عادي يعني، ربما تتغير احواله ان شاء الله. إن شاء الله. طيب شيخ، في حلمين أنا حلمت عقب، لا بس أنا لا ما لا، أدري. تعالي بكره، تعالي بكره، ها؟ تعالي بكره، لازم نطلع ناس.